مش عارفه ليه ناس كتير قوي بتحب تاكل شاورما اللحمه دي من بره، مع ان يا جماعه والله العظيم لو جربتوها بالطريقه دي في البيت هتطلع ولا اجدعها مطعم شاورما. بعد المقدمه الطويله دي بقى احب اعرفكم على احلى سندوتشات شاورما هتعملوها في البيت. لا تقولوا لي بقى شاورما ها ولا ها. جبت اللحمه قطعتها شرايح رفيعه وحطيت عليها بقى عصير بصل ومعايا كمان زبادي وليمون وخل. الخل المفروض ان انا هحتاج منه معلقتين، هاخد واحده والتانيه هقول لكم هنعمل فيها ايه كمان شويه. زيت زيتون وميكس من البهارات، ما تستغنوش عن حاجه منهم. وهميكس بقى كل المكونات دي مع بعضها كويس، هغطيها واسيبها بقى الليله كامله في التلاجة. والصوص الطحينه معايا طحينه هحط عليها خل وليمون، ثوم مفروم، هتبل بقى بكمون وكزبره رشه من الشطه او البابريكا. هزود الميه بقى واحده واحده واقلب لحد ما اوصل للقوام اللي انا عاوزاه. بعد كده بقى زودت الملح وحطيت كده حاجه بسيطه جدا من الميه، وكده قوام الطحينه هو ده اللي انا عاوزاه بالظبط. طاسه سخنه جدا جدا، هي بتبقى بالليه طعمها حلو قوي، بس انا ما كانش عندي ليا فحطيت سمنه. لما الطاسه بقى تسخن كويس جدا انزلوا بقى بباقي كميه الشاورما. افردوا اللحمه في الطاسه كويس، ولو لسه في كميه كبيره ما خلصتوهاش عادي اعملوها على كذا مره لحد ما تخلصوا كل كميه الشاورما اللي عندكم. بقلبها بقى على طول، وبمجرد ما بتستوي كده والميه بتاعتها تنشف خالص بنزل بقى بالبصل ودي تقليبه، وبعد كده بنزل بالطماطم المتقطعه صغير تقليبه سريعه، معلقه الخل اللي قلت لكم عليها من شويه، صوص الطحينه، وتقليبه سريعه جدا وبقفل عليها خلاص. بحط بعد كده البقدونس والنعناع. ويا جماعه بقى شمولي ريحه الشاورما، اجمد شاورما في العالم كله. خلوا بالكم بقى ان جو سندوتش واتنين مش هينفع مع الشاورما دي خالص. زودوا بقى صوص الطحينه على قد ما تقدروا. ويا جماعه بقى مش قادره اقول لكم لازم تجربوها، خطيره.